السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. راني جبت لكم الرحيوة اللي كنت هدرت لكم عليها، رحيوة من ماركة بومان اللي رايحة تهنيكم كامل التوابل. تقدروا ترحوها في الدار، تشوفوها بعينيكم وش فيها وش ما فيهاش، وتتفاداو هذوك التوابل اللي راهم يغشوا فيهم. الصحة راهي عزيزة، وهذه الرحيوة ترحي لكم كلش، يعني كامل واش يجي في بالكم تقدروا ترحوه بيها. بما انه رمضان راهو قريب، بوركوا با، يعني راكم رايحين تنفيستيو في حاجة راهي رايحة تنقص عليكم بزاف وتساعدكم مام في الحلوى. بالنسبة للحلواجيات اللي يخدموا الحلوى راح تساعدكم، لأنها ترحي اللوز بشكل أكثر من رائع. يجيو معها لي زاكسسوار دياولها، تجي معها فرشاة للتنظيف، يجو معها دوبل لام ودوبل شاربون تبدلوهم عند الحاجة. هاد الرحايا من ماركة بوما، نوعية أصلية ممتازة، ماركة ألمانية، تركيب ديالها في الصين. يجي معها كتيب وشهادة ضمان مدة عامين. مصنوعة من إينوكس عالي الجودة، محرك نحاسي، إغلاق محكم وآمن، وتلقاو معاها مصفات من إينوكس اللي راكم رايحين تصفيو بها التوابل ديالكم. الداخل تجي كامل إينوكس، يعني مام كي ترحو فيها ما يشحت قاردي الألوان تاع التوابل. فيها عداد الوقت للتوقف الذاتي مع زر إعادة التشغيل، نظام تأرجح 270 درجة مع زر التحكم. أول حاجة حبيت نجربها اللي هي اللوز باش تشوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. كيما شفتوا حطيت اللوز، غلقتها، راح تغلق بيان ما تبوجيش كامل معاكم. وشوفوا لي كيفاش رحات لي هذاك اللوز بودرة، يعني للحلواجيات هذه أروع حاجة ممكن تساعدكم. وممتان ترحوه في دقيقة، يعني ما تشد لكمش كامل الوقت. شوفوا لي كيفاش أخرج، ونظام التأرجح اللي فيها راح يساعدكم باش تفرغوا منها كامل الخليط اللي يكون الداخل. وبهذيك الفرشات تانيك تقدروا تتخلصوا من هذوك الحبيبات الصغيرة، يعني تتنقى فاسيلمون. كي تكملوا بها، يعني اشاك فوا ترحوا بها، نفضوها كامل بهذيك الفرشات ديالها. من بعد تجيبوا شيفونة ومسحوها فقط، يعني شيفونة مام با ما تكونش مشمخة، كيما راكو تشوفون نمسحوها وترجع تشعل، يعني باش تنقيوها ما راش رايحة كامل تشد لكم وقت، لانه هاد لاباراي ما تتغسلش يا البنات. اذا غسلتوها راكم رايحين تفسدوها، يعني هي مضادة للصدأ، ولكن ايفيتيو تغسلوها. بعد ما رحيت اللوز جربت القهوة بعد ما كنت حمصتها في الدار، وقلت نرحيها اذا مدت لي نتيجة مليحة ما نزيدش نشري كامل هذيك القهوة تاع لي بوات. وشوفوا لي كيفاش رحاتها، يعني بسم الله ما شاء الله اعطت لي نتيجة رائعة. هكذا القهوة ديالي مضمونة، ريحتها بيدي على بالي باللي نقية، وتانيك تتحصلوا على نتيجة ما شاء الله. ترحي على حبة، يعني ما تجيكمش حبة خشينة وحبة رقيقة كما شفتوا. من بعد بديت نجرب فيها التوابل، كنت شريت الكركم نقيته وسييته فيها في دقيقة يا البنات، في دقيقة. على بالكم باللي الكركم يعني فريمون يابس، ولكن شوفوا كيفاش رحاته لي، يعني روعة ما شاء الله، مدت لي نتيجة رائعة. سورتو دوكا رمضان، 10,000 تاع الكركم هذه اللي راكو تشوفوا فيها، شوفوا لا كونتيتي اللي خرجت لي. لو كان تروحوا تشروها مرحية راهي رايحة تسقام لكم حوالي 30,000 ولا 35,000 لهاد الكمية. انا شريت 10,000 يابس ورحيته، وشوفوا شحال خرجت لي هذيك 10,000، يعني كمية ما شاء الله. من بعد زدت جربت فيها الزنجبيل تاني كما نعرفوه يابس. كي تكونوا ترحوا ارجحوها هكذايا مرة على مرة باش ترحي لكم كامل في ضربة. زدت نحيت هذاك الزنجبيل يجو فيه شعيرات، كي ترحيوه استعملوا هذيك الباسواغ، يعني صيروه في هذيك الباسواغ، راكم رايحين تتخلصوا من كامل هذوك الشعيرات اللي فيه.
شوفوا لي واش قعد من الزنجبيل، يعني ريحاتو ما شاء الله. ومام الزنجبيل على بالنا بلي غالي، هذيك لا كونتيتي اللي شفتوها تانيك 10,000، يعني التوابل كامل شريت قيس 10,000 ورحيتهم وخرجوا لي كمية ما شاء الله. هدايا القرفة، شوفوا لي القرفة يعني فريمون ريحتها بودرة ما شاء الله، عطات لي واحد النتيجة في التوابل. سي بوغ سا راني نهضر لكم عليها. كيما تعرفوني ما نجيب لكمش بزاف هاد لي برودوي، ولكن كي نهضر لكم على عفسة اعرفوا باللي روحوا شروها وعينيكم مغمضين. تمد لكم نتيجة، توفر لكم الجهد والوقت وحتى المصروف الزايد. التوابل راكم رايحين ديروا فيها لافير. قيس 10,000 ترحيها في دارك مضمونة نقية، ومامتون تخرج لك كمية كبيرة. هدايا الفلفل الأسود تانيك شوفوا كيفاش ريحاتو، يعني جربت فيها كامل التوابل اللي نقدروا نرحوهم، شريتهم وجربتهم فيها ومدت لي نتيجة رائعة. شوفوا لي كيفاش جا هذاك الفلفل الكحل ناعم، جا بودرة. وكومباريتو بين هو وبين الفلفل الاسود اللي كان عندي في لابواط، هذاك الفلفل الاسود اللي شريته واجد جاي كحل، اما هذا جاي لا كولور ديالو غري. يعني هنا باش تعرفوا بلي كاين اللي ما يخافوش ربي والتوابل راهم يخلطوا لهم، والصحة عزيزة. انا جو بريفير نرحيهم في الدار هكذايا بعينيا ونكون ضامنة وش فيهم وش ما فيهمش. زدت رحيت فيها القزبر، رحيت الكمون، وفي الاخير اختمتها بالحميصة يا البنات. وتشوفوا النتيجة الأخيرة كيفاش حرحت لي الحميصة وش درت بيها. بعد ما رحيت فيها الكمون نيتوايتها، قلت لكم غير بالشيفونة هذيك نمسحها، ومام شيفونة مام با ماشي شامخة، يعني هكذاك ناشفة، مسحتها نيتوايات تخي تخي بيان. من بعد حبيباتي بعد ما حطيت الحميصة ورحيت فيها يعني كتجربة، قلت واش نروح ندير بها انايا، وخممت ندير بها قرانطيطة. قلت نسيي فيها القرانطيطة ونشوف اذا خرجت لي واذا لا. وشوفوا لي النتيجة كيفاش خرجت، يعني جات قرانطيطة ما شاء الله. تقولي هذيك البودرة اللي نشروها واجدة ونخدموا بها القرانطيطة. كنت شريتها من عند سليم الكتروميناجي، قلت لكم انايا الكتروميناجي ديالي كامل نشريهم عليه لانه مضمونين. جاي في الحامز. هاد الحيوة فيها عدة أحجام من 150 غرام حتى ل3 كيلو، يعني من الصغيرة حتى الكبيرة لصحاب المشاريع. إذا حبيتوا تكمونديوها راح نحط لكم رقم الهاتف ديالو، ونزيد نحط لكم لاباج تاع الفيسبوك في أول تعليق. يدير التوصيل لكامل الولايات والدفع عند الاستلام. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش جيم وبارطاج. في امان الله.